السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير تمام الصحه ان شاء الله. نتوما مع ذلكم يا ربي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كنظن يعني هاد يعني عارفين السبب ديال انني ما بقيتش كندير فيديوهات ولا كنصور شي حاجه. يعني كاين بعض منكم عارف وكاين اللي ما عارفش. يعني انا كنشكر كل وحده عزاتني في التعليق اللي حطت ساره. انا ما حطيت حتى بوست على مامتي الله يرحمها، توفات ليا في شهر 10، يعني نهار 4 في شهر 10 توفات ليا. الله يرحمها ويوسع عليها. وتبتع السؤال: واجعلنا من اهل الجنه وجميع المسلمين يا ربي. أه أه والله ما عارفه ما نقول، الله هربا ليا الكلمات. ما غيحس بيا غير اللي يعيش نفس الشعور اللي عايش انايا. يعني الله يرحم المسلمين اجمعين اكيد. صعيب 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 بزاف تفرق والديك وانت في الغربة. انا بابا ميت اصلا، نتوما عارفين انا بابا ميت شحال هادي في 2011، يعني داك الساعة بقى صغيرة شوية. ودابا حاليا توفات ماما. يعني تكوني يتيمة اب وام قاصحة شوية، والخاص الام يعني ما كاينش فرق بيناتهم اكيد. الام عندها مكانة خاصة في الدين، يعني بين كتمشي الام كيمشي كل شيء. ما كيبقى لك الحنين لا رحيم اللي يزول فيك ولا يعيط ليك يعني ما كاينش اللي غيبغي اكثر من والديك الصراحه. ملي كتفقديهم كتعرفي هذا الشيء. غتسولوني واش مشيت ولا ما مشيتش، هادشي غنقول لكم من بعد. انا غير درت هاد الفيديو باش نقول لكم انني كنشكر ان البنات اللي عزوني في التعليق وما قدرتش نجاوبهم، اللي سولوا فيا في الانستغرام وفي الفيسبوك. قلال يعني قلال، ولكن الحمد لله سولوا عزوني. الله يرحم الوالدين. يعني لقيت الخير في البراني، ما لقيتش الخير في اقرب الناس. هذا هو اللي بغيت نقول. غير درت هذا الفيديو باش نشكركم ونقول لكم علاش انا السبب الغبي، حيت كاين اللي ما عارفش ان الوالده ديالي توفات الله يرحمها، وما حطيت حتى شي بوست على هذا الامر. يعني ما كيبقى عندك العقل لا والو باش تحط، يعني لا خاطر حتى حاجه تشدي التليفون وتقولي ولا هذا. وما كانش عندي حتى الجهد انني نهضر او نتكلم، او يعني كتكوني في واحد الصدمه كبيره كتعيشيها بلاخص ملي كتفقدي الام ديالك. الحمد لله على كل حال، لا اعتراض على حكم الله، وكنا ليها وكنا غنشدو هاد الطريق. يعني ما كاين مهرب، ولكن تيكون الفراق صعيب. وانا كيما تشوفيش هداك العزيز اللي عليك واللي كتبغيه هو يبغيك وما تشوفيش عاوتاني، كتكون قاصحه شويه الصراحه، كتكون قاصحه. ما كرهتش البنات والله، ما كرهت يعني. م- م- تشوفها ديما، نهضر معها ديما، تعيط ليا كيف ديما ونهضر معاها كيف ديما. ولكن قدر الله وما شاء. يعني ما نقدروش نعترضوا على حكم الله. الحمد لله على كل حال. يعني ما عندنا ما نديرو، هذه الحياة هي هذه، كتمشي بما قسم الله. يوم عليك واليوم غدا عندك، والدنيا دايره. ولكن في هاد اللي بغيت نقول لكم في هاد الاوقات، في وقت الحزه، يعني بحال
بحال هاد القضيه اللي وقعت لي انا. يعني ملي كيتوفى شخص عزيز عليك، مامتك ولا والديك ولا خوتك ولا اقرب الناس ليك، وما كتلقاي حتى حد، كتكون قاصحه شويه. وبالاخص انا عايشه في الغربه، يعني قاصحه وبزاف، قاصحه وبزاف، وتكوني بوحدك. والله العظيم انا غنعاود لكم، ولكن من بعد ان شاء الله غنعاود لكم اشنو طرا وعلى التفاصيل. يعني حاليا غير بغيت نشكر بزاف البنات اللي عزوني في التعليق و... الله الله يصبرني على فراقها. الله يصبر الناس اللي بحالي على فراق والديهم. الصراحه حتى الهضره ما بقاتش، ما كنعرف نهضر. ماما، انا كي كتفقدي واحد عزيز عليك وغالي عليك والله البنات انا مشات لي الكلمات. يعني انا فكرت بزاف بزاف باش دير هذا الفيديو. يعني ماشي سهل انك تعبري على هاد البنات. صعيب عليا انني نصور والله العظيم تبكي انا ما كنبغيش هاد النوع ديال الفيديوهات الصراحه. ما عمرني حطيتهم في القناه، ولكن بزز مني باش نهضر، باش نعبر، باش نرتاح شويه. الحمد لله على كل حال. ما نقدروش نقولوا غير الحمد لله. والله يصبرنا. يعني الصبر ماشي شي حاجه سهله. الصبر هاد الكلمه راه كبيره كبيره بزاف. المهم البنات، هادشي اللي بغيت نقول لكم والله. يعني انا بغيت نشكر البنات اللي عزوني صافي، تعليق واللي سول فيا واللي يتعاطف معايا وقالوا لي بزاف البنات رجعي رجع اليوتيوب والحمد لله. يعني رجعت، وخا رجعت يعني يعني باقي ما عنديش هذاك يعني الطاقة باش نصور او وندير الفلوقات او روتينات. يعني ما يمكنش دابا حاليا، راكم عارفين علاش. يعني حتى الخاطر ما بقاتش. راه ماشي سهله البنات، والله ما سهل. يعني اللي غيحس بيا هو اللي يحس بيا، هو اللي عايش في نفس الوضع ديالي. ولا اعتراض اكيد، ولكن كنبقى حنا بشر، كنغلطو، كنحسو، كنبكيو، كتجينا صعوبات. اش نقول لكم؟ هادشي اللي غنقول والله. ما عرفت ما نقول الصراحه. حتى الكلمات ما لقيش باش نعبر. لا ما لقي باش نعبر. المهم البنات هنخليكم حاليا. ان شاء الله ان شاء الله نشوفكم مره اخرى، نصور معكم مره اخرى. والسلام عليكم ورحمه الله.